عايز اقول لك قبل ما الفيديو ده يبتدي، انا جربت حسابات بنكيه بعدد شعر راسي. انا جربت حسابات بنكيه من جميع البنوك اللي قدامك ده. انا فعلا جربت حسابات بنكيه كتير، وجربت فيز بالعبيط. كان في فيزا واحده ارتحت معاها، وهي فيزا بنك مصر اللي هوريها لك حالا دي، اللي هي دي. هصورها لك برضو لو هي مش واضحه، بس عشان الاضاءه انا بس بوريك الشكل العام بتاعها، وممكن برضه بصورها لك في صوره لوحديها. ولكن بس اللي كان بيأزم معايا ان طبعا زي ما انتم عارفين بعد القرار الاخير ان اي فيزا في مصر، اي حساب بنكي في مصر، مهما كان بنك ايه، مهما كان اي حاجه ايه، ما ينفعش تشتري بيها اونلاين. لا، في كل الفيز، في كل الحسابات البنكيه، كل حاجه ما عدا باستثناء كام نقطه يعني هنتكلم عليها في فيديو تاني. اما الحسابات البنكيه دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان انت تعرف تشتري من مصر اي ابلكيشن، اي يعني مثلا من امازون مصر تشتري اي حاجه داخليه في البلد بتتعامل فيها بالعمله الجنيه المصري، تشتغل معاك. انا لو عايز استلم فلوس من بره تاخد عليها فلوس. ايه بقى حوار انا دلوقتي عايز افتح، طب عايز افتح يا محمد حساب في بنك مصر، ايه المطلوب مني؟ هعمل ايه؟ بيأزموا بيرخموا عليا، طب مش عارف ايه. بص، كل حاجه هقولها لك في الفيديو ده. طبعا تشترك وتحط لايك. اكيد هتاخد معاك بطاقتك الشخصيه وتطلع على بنك مصر، او البطاقه الشخصيه، وهتاخد معاك 500 جنيه اذا كنت انت بتقول تكلفه الحساب ببلاش. ما انا جاي لك في الكلام، 500 جنيه عشان يفتحوا لك الحساب، ولكن ال 500 جنيه دول بيرجعوا ينزلوا لك في الحساب مره تانية بعد 18 يوم. النقطه الثانيه او الميزه الثانيه، اليوم ابلكيشن على التليفون اسمه بي ام اونلاين، بتحمله. الابلكيشن ده بيتحمل من اب ستور او جوجل بلاي اذا كنت اندرويد، فبالتالي بيتحمل معاك من جميع الاتجاهات. طيب دي نقطه. النقطه الثالثه، الابلكيشن زي ما قلنا تقدر تتابع عليه كل المعاملات، بيوريك رصيدك كام، مش عارف ايه وهكذا. ثالث حاجه ودي اهم نقطه اصلا، طب الحساب البنكي ده فايدته ايه؟ الحساب البنكي ده من الاخر كده عشان تبقى انت فاهم القصه، بيبقى في حاجه اسمها ايبان وسويفت كود. الايبان والسويفت كود ده بيخلي اي حد من العالم يبعت لك فلوس، يا دوبك بس بتدي الايبان والسويفت كود بتاعك، بيحول لك الفلوس على بلدك وانت بتستلم بيها الفلوس عادي جدا. لحد دلوقتي في وقت الفيديو ده البنوك ما منعتش المعاملات الخارجيه. يعني مثلا لو حد حول لي فلوس من بره مفيش مشكله، لكن انا ما ادفعش فلوس لبره. يعني مثلا البايبال ما تتربطش، وعلى اي فيزا ريح دماغك. البايبال دلوقتي انساه، البايبال هيتربط بس بحاجات تانية هعرفها لك في فيديو جاي، ولكن دي مش تربط لك البايبال، ومش هتدفع لك اعلانات الفيس. طب دلوقتي اعلانات الفيس، دلوقتي فيسبوك مشغل دماغه بيخليك تدفع عن طريق فوري، فده عشان بس ما نخشش في قصص كتير. دي مش بتدفع في الدوله باي حاجه بالدولار، لكن لو اي حاجه بعمله الدوله بتدفع معاك. امال هي ميزتها ايه؟ زي ما قلت لك وهقول لك للمره ال100، هي مش ميزتها، هي اي فيزا في الدنيا هتستقبل حوالات من بره، بس دي انا ارتحت معاها بسبب المميزات اللي قلت لك عليها فقط لا غير. بس يا شباب، ده كان فيديو النهارده. طبعا لو انت عجبك الفيديو لازم هتنزل تشترك وتحط لايك، والسلام عليكم، باي باي.